دكاترة سنة تالتة إعدادي الجامدين، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مينا عماد، والنهارده هنحل على ليسون 3 في يونت 1. يلا بينا يا دكاترة. بيقول لحضرتك ايه في الكومبليت؟ مين ومين ومين يعتبر اكزامبل من الفيزيكال كوانتيتي؟ قبل ما نحل تعالى ندردش. هي اصلا الفيزيكال كوانتيتي انت طبعا حضرت حصه الشرح وفاهم، بس انا جاي افكرك ان الفيزيكال كوانتيتي في منها نوعين، يا اما سكيلر يا اما فيكتور. هل هنا هو حدد حاجه؟ لا، يبقى كانه بيسالك على اي حاجه، فانت هنا ليك مطلق الحريه تكتب اللي عايزه. ليه بقول كده؟ لان دي ملهاش نموذج اجابه. يعني انت هتقول ماس فورس تايم، يجي اللي جنبك يكتب ديستانس سبيد فيلوسيتي اكسلريشن، دي كلها صح لان هو بيسال فيه فيزيكال كوانتيتي بشكل عام، ما قالش لا سكيلر ولا فيكتور. يبقى هنا تقدر تكتب اي اجابه، عشان كده مش هكتب اي حاجه، اديني قلتها لك اورال. مين كوانتيتي ذات ايدنتيفاي it and is enough to identify magnitude only. هنا بقى ده الكلام اللي نبدأ بيه. احنا عندنا يا صديقي يا جميل حاجة اسمها سكيلر وحاجة اسمها فيكتور. في حصة الشرح اللي حضرتك اكيد شفتها قلت لك حرف الفي فكرك بكده، يعني عايز حاجتين. مين الحاجتين؟ حاجة اسمها magnitude وحاجة اسمها direction. لكن السكيلر بيحتاج magnitude بس، فبيقول لك مين magnitude بس، فهتقول له السكيلر. When an object moves from point A to point B direct to cover distance 60 meter in 5 seconds. So the object speed equal السبيد بيساوي ايه؟ distance على time. فهتقول لي 60 over ال 5 فهيديني 60 over ال 5 غالبا هيديني 12، ف 60 over ال 5 فيديني 12 متر بير سكند. عرفت منين هي متر بير سكند؟ عشان دي متر ودي ايه؟ سكند. قال لك طب والفيلوسيتي؟ الفيلوسيتي بتعتمد على الديسبيسمنت، وبما انه ماشي ان وان ستريت لاين فالديستانس والديسبيسمنت قد بعض، فيبقى برضه هتديني 12 متر بير سكند. سبتها كده فضيحه وبريحه، وتعالى اقول لك ليه. لان يا حبيبي لما يجي يطلب منك يا صديقي يا جميل الفيلوسيتي من ضمن الفيكتورز، والفيكتور بيحتاج ماجنتيود ودايركشن. انت كده اديته ماجنتيود، فين الدايركشن؟ تقول لي يا مستر ما هو ما قاليش والله العظيم في المساله اي دايركشن، لا نورث ولا ويست ولا ايست. يا حبيبي بس قال دايركشن في النص. ازاي يعني؟ مش قال لك مشي من ايه راح لبي؟ مستر بس ما قاليش شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب. ما دام قال من كذا لكذا فتقول لي 12 متر بير سكند ان A B دايركشن. شفت بقى دي نص درجه يا مستر، الدرجه دي بتلككوا لنا. لا يا حبيبي، هي دي 12 ودي 12. ايه الفرق بين السكيلر والفيكتور؟ ان الفيكتور ليها دايركشن. تقول لي ما فيش دايركشن، اقول لك تاني يا واد، مش هو قايل لك من A to B؟ ده في حد ذاته يعتبر دايركشن. فخد بالك من دي، حاجه عبيطه قوي 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 وبتوقع. نمبر 4 بيقول لك ايه؟ the average velocity equal ايه؟ خد بالك ان الافريج سبيد توتال ديستانس على توتال تايم، لكن الافريج فيلوسيتي بيساوي displacement على توتال تايم. فهنا هتقول لي displacement divided by total time، وده الفرق الاساسي ما بين كلمه velocity وكلمه speed. the displacement equal the distance، لكن الاوبجكت while the object move in a direct straight line. الديستانس تنفع تبقى هي الديسبيسمنت؟ ازاي؟ تعال افكرك ان انت لو عند بوينت A ورايح لحد بوينت B، من A ل B لو الحته دي 40 متر، هقول لك الديستانس كام؟ تقول لي 40 متر. هقول لك طب الديسبيسمنت كام؟ تقول لي 40 متر برضه، بس تو ذا بي دايركشن او الايست لو بنتكلم في الدايركشن دي. فاذا الديستانس والديسبيسمنت ممكن يكونوا ايكوال، ايوه، لو ماشي في وان ستريت لاين لنفس الدايركشن. طيب مين is the rate of change of distance؟ مين اللي بيعتمد على معدل تغيير الديستانس؟ ده السبيد. لكن مين اللي بيعتمد على معدل تغير الديسبيسمنت؟ ده الفيلوسيتي. يبقى اذا انا فهمت الفرق بين السبيد والفيلوسيتي. مين is the rate of change of distance؟ دي متكرره يا شباب. نمبر 8 the speed measuring unit is اي حاجه. عايز تقول متر بير سكند ماشي، عايز تقول كيلومتر بير اور ماشي. الاكسلريشن هتبقى متر بير سكند باور 2 او كيلومتر بير اور باور 2. اللي انت عايز تكتبه اكتبه، انت شاطر في دي ما فيهاش اي مشكله. نمبر 9 two factors necessary to description the movement are the مين covered؟ ايه الحاجه اللي هتغطيها؟ اكيد الديستانس. تمام؟ moving body and the not needed to cover this distance، التايم اللي هتستخدمه عشان تغطي هذه المسافه. speed is a physical quantity which is measured in. السبيد تعتبر سكيلر ولا فيكتور؟ السبيد بتعتمد على الديستانس، والديستانس مش بيحتاج دايركشن، فيبقى السبيد هيكون سكيلر. لكن الفيلوسيتي بتعتمد على الديسبيسمنت، والديسبيسمنت بتحتاج دايركشن، يبقى الفيلوسيتي هتكون فيكتور.
هنا السبيد سكيلر measuring unit is meter per second او كيلومتر بير اور. time is measured in second، لكن مين يبقى بالكيلوجرام؟ الماس بيكون بالكيلوجرام. تخيل السؤال ده في مره من المرات جه في امتحان القاهره كان عامل قلق، لان الطالب بجد ومش بتريق من كتر ما هو بيذاكر حاجات صعبه جدا ومركز جدا في كل حاجه صعبه في المنهج، جه سؤال عبيط زي ده كانوا متوترين قوي. acceleration is a not physical quantity which is measured in. الاكسلريشن يا صديقي بتعتمد على الفيلوسيتي، والفيلوسيتي بتعتمد على الديسبيسمنت، والديسبيسمنت بتحتاج دايركشن، فيبقى الاكسلريشن معتمد على الفيلوسيتي، والفيلوسيتي معتمد على الديسبيسمنت، والديسبيسمنت عايز دايركشن، يبقى الاكسلريشن هو كمان هيكون محتاج دايركشن، فبالتالي الاكسلريشن هتكون فيكتور. فالاكسلريشن is a vector measured in meter per second باور 2 او كيلومتر بير اور باور 2 زي ما انت عايز قول. مين ومين والاكسلريشن are from vector. اكزامبلز كتيره انت شاطر وحافظها، اشهرها الفورس واشهرها الويت. الحاجات دي محتاج تقول معاها دايما الدايركشن. The displacement is considered as. الديسبيسمنت تعتبر vector، لكن الدنسيتي considered as scalar. طيب force is considered not دي vector، لكن الماس بتكون سكيلر. موضوع بسيط قوي والكومبليت دمه خفيف يعني. all physical quantity are classified into two types، واحد منهم بيكون سكيلر والتاني بيكون فيكتور. الموضوع بسيط جدا 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 جدا. نمبر 17 مين identify magnitude بس سكيلر، مين quantity identified magnitude و direction هيكون الفيكتور. نمبر 19 vector can be identified by magnitude و direction. اسئله عماله شبه بعضها حلوه قوي. displacement is ركز معايا قوي. displacement is the shortest. الكلمه دي مهمه جدا. خلاص shortest ايه بقى؟ لازم الديسبيسمنت تكون straight line. مين is the actual length؟ المسافه الحقيقيه. distance هي المسافه الحقيقيه. تمام؟ object pass from the starting point to the end point. mean is a scalar quantity was measured in meter. عندي حاجات كتير قوي سكيلر وبالمتر. الديستنس بالمتر، طب اللينس والويتس والهايت كل الحاجات دي سكيلر وتعتبر برضو بالمتر، بس الاشهر بتاعنا الديستنس وغير كده صح برضو. while mean is measured in meter برضو هتكون بدل ديستنس هتخليها ايه؟ displacement ودي فيكتور عشان بتحتاج direction. displacement equals the distance when the object move in a direct straight line and in one direction. لما امشي في اتجاه واحد. طيب number 24 mean is the rate of a change of distance. mean is the rate of a change of distance. معدل تغير الديستنس ده بيكون السبيد، لكن مين معدل تغير الديسبيسمنت ده بيكون الفيلوسيتي. كلام بسيط، تعريفات مباشره فما فيهاش اي حاجه. velocity is a vector لان بتحتاج معاها direction مع الماجنتيود measured in meter per second او كيلومتر per hour. if the measuring unit of displacement meter with time second، فبيقول لك يبقى الفيلوسيتي هتكون بالايه؟ متر بير سكند. كلام بسيط جدا، درس ده عسل جدا 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 الدرس ده. مين is the value of displacement at a unit of time. ما دام جاب لك سيره displacement يبقى هتقول مين؟ الفيلوسيتي. الفيلوسيتي is the value of displacement in unit time and is a vector. شوف بقى احنا كتبنا كلمه فيكتور وسكيلر كم مره في ال 27 كومبليت. average velocity هيكون بيساوي الديسبيسمنت على total time. طيب دي لسه حلينها هي 29. تعال نشوف 30 plane which flies against the wind direction. ده سؤال حلو بقى. لو الطياره بتطير عكس اتجاه الهواء، لو الطياره وهتمشي وهي بتطير عكس اتجاه الهواء، الموضوع ده يفرق طبعا. في حاجه اسمها الويند ريزيستنس. انت نفسك في الشتاء كده لما بتيجي تجري وفتح الجاكيت بيفتح منك الاير باك كانك قاعد بتجري وعامل نفسك فيها باتمان. الفكره ان انت بتلاقي في مقاومه للهواء، مقاومه للهواء دي بتعمل ايه في السرعه بتاعتك؟ بتقلل سرعتك. فالبلين which fly against الويند دايركشن تيكس مور تايم. طبعا همشي هاخد وقت اكتر بكتير، تمام، وكمان هعمل كونسومشن، هستهلك مور فيول، هستخدم وقود اكتر. that which fly in the same direction due to wind resistance. حلو كده، نتيجه مقاومه، هيكون في مقاومه للهواء. طيب تعال نشوف مين اللي بعد. نمبر 31 مين is the quantity that is characterized by magnitude. تعبنا يا جدع من الكلام ده، خلاص حفظناها كتير قوي. scalar. مين magnitude to direction، خلاص ده حفظناها، ده هيكون الفيكتور. movement 25 متر
eastward. ايه كده ولا كده ولا كده؟ فاكر حفظتها لك ازاي؟ ارجع لفيديو الشرح. طيب عرفنا منها كلام بسيط خالص، وانت بقى ايه ترجع تفتكر حفظتها لك ازاي. طيب هنعمل ايه بقى؟ قال لك movement 25 meter to the east is considered ايه؟ بص يا حبيبي، بما انه هو بيتحرك حدد لك دايركشن، يعني هو عايز يقول لك ولا انا مش سكيلر، امال انا ايه؟ انا فيكتور. طب وانت عرفت ازاي؟ لان يا فندم انا بقول لك انا ماشي فين. بما اني محدد دايركشن يبقى انا اصبحت مين؟ فيكتور. اللينث اوف ذا اكتوال باث، المسافه الحقيقيه by a moving body from the starting point to the end point. الاكتوال لينث مش الشورتست. اذا دي تكون اسمها مين؟ distance. امال امتى خليها displacement؟ لو حط كلمه اسمها shortest straight line. طيب مين is the cover distance in a constant direction؟ خد بالك قال لك هي مسافه، هي distance بس ليها دايركشن. طب distance وبقى ليها دايركشن يبقى اذا اصبح اسمها كلمه مين؟ displacement. velocity with displacement and object are similar in and the difference in. خد بالك الفيلوسيتي والديسبيسمنت زي بعض في حاجه، ايه هما؟ ان هما الاثنين similar in ان هما الاثنين فيكتورز، يعني هما الاثنين شبه بعض في الفيزيكال كوانتيتي، هما الاثنين محتاجين ماجنتيود ودايركشن، لكن يختلفوا في الميجرنج يونت. كل حاجه ليها ميجرنج يونت مختلفه، دي متر بير سكند لكن دي متر بس، وهكذا. Person climbed a wall with a length of 5 meters then he returned to the ground again. So the distance covered equal كام والديسبيسمنت كام؟ بيقول لك والله في راجل واقف هنا طلع 5 متر فوق ونزل تاني. طب ما هو لما نزل تاني نزل 5 متر. المسافة الحقيقية اللي مشيها قد ايه؟ 10 متر. لكن الديسبيسمنت فين الشورتست ستريت لاين ما بين الستارت والاند؟ ما هو الستارت هو الاند، يبقى اذا الديسبيسمنت بتاعتك اصبحت كام؟ زيرو. شكرا ليك. نشوف اللي تشوز يا دكتور يا جميل. قال لك ايه بقى؟ السكيلر كوانتيتي is identified by its السكيلر بياخد magnitude only. السكيلر بيحتاج magnitude only. مين is a physical quantity that identify magnitude only. طيب الفيلوسيتي تعتمد على الديسبيسمنت، والديسبيسمنت محتاجه دايركشن. الاكسلريشن معتمد على الفيلوسيتي، والفيلوسيتي معتمد على الديسبيسمنت، فاذا محتاج دايركشن. السبيد هو الاجابه الصح، لان السبيد مش محتاج دايركشن اللي معتمد على الديستانس، انما الفورس طبعا دي محتاجه دايركشن. طيب all the following are scalar quantity. كل ده scalar، يعني كل ده مش محتاج معاه الدايركشن. في واحد بس محتاج دايركشن. اللينس لا طبعا، السبيد لا طبعا، التمبريتشر لا. يبقى اذا الاجابه مين؟ الويت من وانت صغنطوط كده في سنه 6 ابتدائي ايام المنهج القديم قبل ما يتغير كان يجي يقول لك ان هو change by changing البليس، بيختلف على حسب مكانك. طيب شوف اللي بعده. to determine the length mass time we must know ايه. قبل ما ادور تعال نفهم اصلا السؤال. هو اللينس والماس والتايم الحاجات دي سكيلر ولا فيكتور؟ مستر انا جامد جدا وعارف ان هم سكيلر، يبقى انت محتاج ماجنتيود بس. ده ماجنتيود ودايركشن ما ينفعش. ماجنتيود وميجرنج يونت تنفع طبعا، دايركشن ما ينفعش. دايركشن ما ينفعش، يبقى الاجابه ماجنتيود اند ميجرنج يونت. مفيش حاجه مالهاش ميجرنج يونت. شوف اللي بعده. From the example of the scalar physical quantity. عايز حاجه سكيلر. اللينس صح، اكسلريشن غلط يبقى السؤال ده ما ينفعش. تايم صح، ويت ما ينفعش يبقى الجزء ده ما ينفعش. الماس ده سكيلر طبعا، الفيلوسيتي فيكتور يبقى ده ما ينفعش. التايم والسبيد يبقى الاجابه اخر اختيار وانا فاهم. طيب شوف مين اللي بعده. نمبر 6 بيقول لك ايه؟ which of the following physical considered as vector بس هيكون فيكتور فقط؟ الماس والفورس طبعا صح، فاذا الاجابه ماس وفورس. طب مستر ده عشان جات لك في الاول، طب ما تيجي نجرب. بيقول لك هنا ايه؟ displacement والاكسلريشن. الله يا مستر ماس ايه يا مستر؟ ده انا مركز. الماس ده سكيلر والفورس فيكتور. ايوه انا عايزك وانت بتحل تفصص كده. الديسبيسمنت يا صديقي فيكتور والاكسلريشن فيكتور، يبقى الاجابه تاني واحده. يا مستر طب ممكن اكمل قرايه؟ تعالى. الراديوس ما بيختلفش يا فندم، مفيش حاجه اسمها الراديوس بتاع السيركل بيختلف اللي فوق عن اللي تحت عن اليمين عن الشمال، يبقى اذا الراجل ده سكيلر واحنا بندور على الفيكتورز. فورس اند تايم لا يا مستر، الفورس لكن التايم لا، فالاجابه وانا فاهم هتبقى تاني واحده displacement and acceleration. نمبر 7 مين is a vector quantity measured in meter؟ الفورس مش بالمتر، الفيلوسيتي متر بير سكند، displacement والديستنس هي دي. طب انا عايز فيكتور يعني محتاج تحدد معاها دايركشن، يبقى الاجابه هتكون مين يا دكتور؟ displacement.
displacement is a scalar غلط، فيكتور صح، متر بير سكند لا، فيكتور صح، measuring unit كيلوجرام لا. يبقى اذا اكمل قرايه فيكتور والميجرنج يونت از ايه؟ متر. في اللي تشوز مش عايزك عشان احنا عارف بس حته التسرع دي بتروح انت شايف اول اجابه عجبتك او جزء منها صح تروح ساحب الخط. بالراحه يا حبيبي. شوف مين ايه اللي بعده. نمبر 9 بيقول لحضرتك when an object moves in a direct straight line. انا ماشي في straight line و one direction. ستريت لاين وان دايركشن يعني الديستانس قد الديسبيسمنت. خلاص خلصت. امال امتى يا مستر ما يكونش عندي ديسبيسمنت وعندي ديستانس؟ لو الستارتنج بوينت هي الاند بوينت يبقى عندي ديستانس بس ما عنديش مين؟ ديسبيسمنت، لان النقطه اللي بدات منها هي اللي انتهيت فيها. روح اتفرج لو متلخبط وانا بشرح وبحل، روح ارجع تاني من فضلك ذاكر الفيديو اللي فيه الشرح وارجع تاني حل معايا. بلاش فزلكه ونفكر ان انا هروح احل على طول. بالراحه. فنرجع هنا نشوف بيقول لك direct in a straight one direction ماشي في اتجاه واحد. therefore الديستانس لا، هنا يبقى هيكون مين؟ الديستانس بتساوي الديسبيسمنت. from the opposite figure when the object moved from point A راح لحد D، بس وهو ماشي من A ل D مر طبعا ب B وبعدين C وبعدين D. خد بالك ان هو واقف عند D ما رجعش تاني ل A. فبيقول لك ايه بقى؟ passing through and not mean in the direction AD. قول لي كده. بيقول لك from the opposite figure when an object moved from A to point D passing through point B and C the displacement. عايز يعرف من هنا لهنا المسافه دي تعتبر كام؟ مش دي هتبقى 20 وده كمان 20، يبقى اكيد الضلع ده هيكون قد الضلع ده. فالاجابه 40 متر to the east direction او AD direction. فالاجابه هتبقى 40 سنتيمتر. شوف مين اللي بعده. نمبر 11 سؤال حلو قوي 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 بسيط. بيقول لك in the opposite figure start his motion from point A direct to the B. يبقى ماشي من A راح لحد B وبعدين he cover 40 متر زي ما مكتوب. then he is direct to the east اللي هو C. يبقى ماشي من A وراح لحد B ومن B راح لحد مين؟ C ووقف. خلاص؟ طيب قال لك ودي كمان 30 apart from the point B. so ال value of body displacement. الديسبيسمنت هتبقى من الستارتنج بوينت تو ذا اند بوينت اللي هو الاكس ده او diagonal ده. ده يجي ازاي؟ بايثاغورس ثيورم. ارجع للشرح. لان دي انجل 90 فارجع اقول له روت 40 باور 2 بلس 30 باور 2. حلو جدا. يبقى اللي هو انهي دايجونال؟ لو انت عايزها بالارقام دي الطريقه وتبقى اي سي دايركشن. طب لو عايزها باللاين هيبقى اي سي. فين الاي سي يا مستر؟ ده هنا اللينس اوف اي بي لا، لينس اوف بي سي لا، اللينس اوف اي سي. طبعا الاجابه صح. شوف اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه في نفس المساله؟ اللينس اوف ديستانس كفرد. الديستانس هتكون مين ومين؟ هيكون اي بي بس ولا يكون بي سي بس ولا يكون اي بي وبي سي؟ فالاجابه تكون اي بي زائد بي سي. نمبر 12 scalar quantity is identified by its. السكيلر تعبنا يا جدع. السكيلر magnitude only. شوف اللي بعده. which of the following physical quantity يعتبر فيكتور فقط. فيكتور يبقى عنده magnitude ودايركشن. الماس ما عندوش دايركشن يبقى مش تنفعني. displacement عندها دايركشن. acceleration عندها دايركشن. فالاجابه هتكون B. شوف مين اللي بعده. when an object complete one revolution. خد بالك بيقول لك ايه؟ هيلف لفه كامله in a circular path diameter 10 displacement is. خد بالك من دي قوي. انت كطالب بتلاقي في رقم اتكتب بيصعب عليك. يعني ايه؟ هو بيقول لك دلوقتي انا ماشي كده، هو بيقول لحضرتك انت ماشي في دايره والدايمتر بتاعها البطيخه ديت الدايمتر بتاعها كام؟ 10 متر. خلاص كده؟ خلاص. when an object complete يعني هو بدأ من هنا لف ورجع تاني لهنا. طب ما بما ان الستارتنج بوينت هو الاند بوينت يبقى اذا الديسبيسمنت بكام؟ بزيرو. لكن عارف لو جيت اقول لك ديستانس ارجع لفيديو الشرح كان هيبقى السيركمفرنس 2 باي ار. اذا الديسبيسمنت زيرو. in the opposite figure the object moved from point X to point M that represents the center of a sphere passing through point Y and E is the displacement. الصوره هنا مش محطوطه فهنعمل له سكيب. شوف اللي بعده. in the opposite figure ده فيجر ديت يا شباب. a body start its motion from point A راح لبوينت B وبعدين اتكفر distance 40. خد بالك الارقام مهمه انت بقى تزودها. فبيقول لك in the opposite figure body start motion from A direct to B cover distance 40. يبقى اذا الحته دي بكام؟ ب 40 متر. وبعدين قال لك من B ل C دي كام يا فندم؟ 30 متر. طيب قال لك so the value of body displacement equal كام؟ الديسبيسمنت هتبقى from the starting point to the end point اللي هي المسافه من A ل C. يبقى الاجابه هتكون C. the length of distance هيبقى ده
زائد ده، فالاجابه هتكون مجموع الاثنين يا دكاتره. شوف اللي بعده. وهنا انا اوبجكت كومبليت وان ريفوليوشن لسه حلينها يا دكاتره. ده بقى السؤال اللي الصوره بتاعته. In the opposite figure an object moves from x to point m that represents the center of a sphere passing through point y and e. displacement equal كام؟ لو انت واد جدع اعمل بوز، روح حل وبعدين نرجع تتفرج على الشرح. بص يا صديقي، اعتبرت انك جدع وسمعت الكلام، انت جدع كده كده. هنعمل ايه؟ انا عايز الديسبليسمنت، صح؟ ديسبليسمنت يعني شورتست ستريت لاين جوين ما بين الستارت لحد مين؟ الاند. طيب انت من هنا لهنا كام؟ 12. انت عايز من هنا لهنا. طب يا حبيبي مش ده الراديوس ب 7؟ يبقى اكيد ده كمان بكام؟ 7. يبقى من الاكس لحد الام كام؟ 19. بس سهله جدا. في 19 هنا يبقى الاجابه 19. تاني معلش يا مستر تاني. مش دي يا بابا نص بطيخه؟ مش دي نص دايره اهي؟ حلو. الراديوس بتاعها كام؟ 7. يبقى الراديوس ده كمان كام؟ 7. 12 بلس 7 كام؟ 19. سهله جدا. طيب شوف مين ايه اللي بعده. بوت رايت اور رون. سبيد، ماس، تايم is a scalar quantity. هل السبيد والماس والتايم تعتبر سكيلر؟ بص يا حبيبي، السبيد الماس التايم يبقى اجابتك طبعا نموذجيه صح. measuring unit of displacement meter per second طبعا غلط. ممكن اشيل displacement واخليها speed، وممكن اخليها velocity، وممكن اخلي meter per second meter. اللي انت عايز تعمله اعمل. velocity equal acceleration divided the time. تعالى نفتكر. بص يا صديقي، مين الفيلوسيتي بتساوي الاكسلريشن على التايم؟ لا طبعا ما بتساويش الاكسلريشن على التايم. ما بتساوي مين الفيلوسيتي؟ بتساوي الديسبليسمنت. يبقى الاجابه غلط. شوف مين اللي بعده. اللي بعده بيقول لحضرتك السبيد از ذا displacement covered. speed is the displacement covered in 1 second. هل السبيد بيعتمد على الديسبليسمنت؟ لا. فانا قدام حاجه من الاثنين، يشيل الديسبليسمنت واخليها ديستانس ساعتها تبقى صح، يشيل الديستانس يشيل الديسبليسمنت واخليها ديستانس، يشيل السبيد واخليها فيلوسيتي. التصحيح بيعتمد عليك. تقول لي طب انا مستر في الامتحان اعملها ازاي؟ بص يا حبيبي احنا بنعملها ازاي؟ بتيجي مثلا تروح كاتب ديسبليسمنت، طبعا اجابتك في الاول تروح عامل غلط وتعمل كلمه ديسبليسمنت وتكتب انت خليتها ايه؟ ديستانس. صاحبك الجميل الثاني هيعملها برده كلمه غلط ويعمل كلمه سبيد ويعمل سهمين ان هو خلاها كلمه مين؟ فيلوسيتي. فانا كمصحح ببقى واخد بالي انت غيرت انهي كلمه. طيب displacement velocity force are scalar. يبقى تمام الديسبليسمنت والفيلوسيتي والفورس scalar quantity because they need magnitude and direction. تعال نراجع الديسبليسمنت والفيلوسيتي والفورس، الثلاثه دول فعلا فيكتور. هنا بيقول لك ار ايه؟ سكيلر. يبقى الاجابه غلط خالص. ليه؟ عشان هم فيكتور. طيب شوف اللي بعده. when a body move in a circular bus length 80 سنتيمتر. يبقى الراجل ده ماشي في دايره والدايره دي ب 80 سم. therefore displacement after a complete round. بعد لفه واحده. لفه واحده يعني الستارت بوينت هو الاند بوينت. هيكون 80؟ لا طبعا. هيكون كام لما يكون الستارتنج بوينت هو الاند بوينت؟ الاجابه بتكون 0. طيب السؤال اللي بعده نمبر 7. car move at regular speed equal 30 meter per second. This means it covers 60 meter with 2 seconds. طبعا لما امشي بسرعه 30 متر في الثانيه يبقى بعد ثانيتين مشيت 60 متر. مش محتاجه دي فزلكه خالص. Decelerating motion means the object speed increase. لا طبعا decrease. Scientific term. بيقول لحضرتك ايه؟ الفاليو اوف ذا اوبجكت سبيد. الفاليو بتاعت الاوبجكت سبيد بيحصل لها ايه؟ determine relation to observer related to observer، فهيكون اسمها relative speed. طيب السؤال اللي بعده. change the object speed by equal value through an equal time. change السبيد يبقى acceleration. equal و unequal يبقى irregular acceleration. شوف اللي بعده. physical quantity magnitude بس، يبقى دي هتكون كلمة scalar. physical quantity include جواها هيكون من ضمنها يعني الاكزامبل بتاع time اللينس الماس، فبتكون scalar. physical quantity magnitude و direction. شكرا ليك انت واب برنس في نفسك. يبقى دي الاجابه هتكون vector. distance covered in a certain direction between the starting point and ending point. distance covered in a certain direction. distance ومحدده الاتجاه. distance وبقى ليها اتجاه، دي كده اصبحت كلمه مين؟ displacement. length of the shortest straight line displacement.
actual length المسافة الحقيقية. ينفع اقول عليها displacement؟ لا، لان displacement هي shortest straight line. لا، ده بيقول لك انا عايز كل حاجة انا مشيتها، يبقى اذا دي هتكون الإجابة مين؟ distance يا دكاترة. شوف مين اللي بعده. نمبر 10 measuring unit of displacement متر صح، كيلومتر صح. vector measured in meter per second velocity. rate of change of displacement velocity. measuring unit of velocity meter per second. والديسبيسمنت covered in 1 second هتكون برضو مين؟ velocity. تعال نشوف مين؟ قال give reason العسول. يقول لك speed is a scalar لكن الفيكتور is velocity is vector. في واحد شبهي كده من كام اسبوع قال لك ان 75% من الجيف ريزون ما هو الا مين؟ تعريفات. فتعمل ايه يا واد شقي يا جميل؟ هتقول لي يا مستر السبيد از سكيلر، هكتب تعريف السكيلر. والفيلوسيتي از فيكتور، هكتب تعريف مين؟ الفيكتور. يعني ورقه وقلم وحل كده معايا للسبيد سكيلر because speed has magnitude only، لكن الفيلوسيتي ليه فيكتور because it has magnitude and direction. فانت زي الامر. شوف اللي بعده. ليه difficult to measure regular speed of moving car practically؟ ليه صعب ان انا اشوف عربيه ماشيه بسرعه ثابته واحسبها طول الوقت؟ due to، افتكر الكلام القديم، traffic condition. velocity والforce are vector. تعريف الفيكتور اللي هو because he has magnitude and direction. كلام بسيط جدا. distance scalar، displacement vector، نفس الكلام. object moves starting point ending point الفيلوسيتي بزيرو. ده سؤال عايز فهم بقى. ليه الاوبجكت اللي هيبقى الستارت بوينت بتاعته هو الاند بوينت بتاعته الفيلوسيتي بزيرو؟ because the displacement equal 0 بس. وبما ان الفيلوسيتي قانونها displacement على التايم، فلو الديسبيسمنت بزيرو اي حاجه زيرو على اي حاجه بايظه. amount of consumed fuel by plane fly between two cities differ according to the wind direction. او البايلوت taking considerations of velocity of the wind. ليه يا شباب بيختلف من مكان لمكان؟ انا جايب لك الشرح بتاعه مهم جدا وبتاكله وانت بتذاكر. ليه لازم الراجل الطيار ياخد في الانطباع اتجاه الطياره بتاعته وهي ماشيه اتجاه الرياح عامل ازاي؟ لان لو ماشي الطياره ماشيه عكس اتجاه الرياح هيستهلك وقود اكتر وياخد وقت اكتر، ولو ماشي مع اتجاه الرياح هيستهلك وقود اقل هيستهلك وقود اقل وياخد وقت اقل. فاذا الموضوع ده مهم جدا تقعد تقراه ومجاوب لك عليه. هسيبها لك ثانيه عشان لو عايز توقف الفيديو تبص وتعرف الاجابه المظبوطه ونكمل شغلنا في البروبلمز. اهلا ومرحبا بك عزيزي الطالب الجميل في بروبلم ليسون 3. تخلصها يبقى خلصنا يونت 1 واحتفل بيك بذكائك ونجاحك. يقول لك rubber ball falls from a height 10 meters. اوكي، انا معايا كوره ورميتها من على ارتفاع 10 متر. اوكي، مسائل زي دي الشخبطه فيزيكس، شخبطه تروح جاي كده عامل لنفسك شخبطه كده صغنطوطه وتروح نازل كده على الارض وتروح عامل كده وتقول يا باشا والله ان الحته دي 10 متر. عملت كده وبرنس. قال لك انا رميت الكوره من فوق 10 متر then it rebound، رجعت تاني بس اكيد مش ترجع 10 متر فطلعت ايه 5 متر بس. يعني هعمل لنفسي كده وان هي طلعت ايه 5 متر تاني. وبعدين قال لك then falls to the rest in the ground. راح بعد ما طلعت 5 متر نزلت بقى خلاص ايه ثبتت على الارض. تمام كده تمام كده. عايز الديستانس. عارف الديستانس كام؟ طيب ثبت. جاوبت رجعت قلت 15 كرومبا. غلط. ليه 20 يا مستر؟ ما انت كاتب 10 وكاتب 5 يبقى 15 يا راجل. طب انا نزلت 10 طلعت 5 مش نزلت تاني؟ ولا النزوله الثانيه دي مش عاجباك تحسبها معانا ان هي 5؟ يبقى الاجابه بتاعتك كام 20. الديسبيسمنت shortest straight line join between start to the end. shortest straight line join start to the end. الستارت هنا والاند هنا المسافه دي كام 10. يبقى اقول له 10 متر to the west north east south to the south. بس لو قلت كده انت برنس. تقول يا مستر وعرفت ازاي؟ ده ما قاليش يا ولا يا الارض هتبقى في الشمال. ما انت رامي الكوره من فوق نازله تحت يبقى اكيد الاتجاه لتحت. طيب if you move to distance 5 متر north. اوكي هقف كده اعمل كده ونيجي مع بعض بشويش. If you move a distance 5 meter to the north, okay, and your colleague moves distance 5 meter to the south, okay، يعني انت حضرتك طلعت لفوق هنا الارض بتاعتنا اهي
او الزيرو بوينت بتاعنا اهو، حضرتك طلعت 5 متر لفوق وجه صديقك الجميل نزل 5 متر اللي تحت. طيب قال لك compare between the distance that you covered and the distance that your colleague covered. حاضر، انا مشيت 5 متر وهو مشي 5 متر بس، صدقني بس. displacement that you covered and the displacement that your colleague covered. تخيل بقى الهبل بقى، هي دي الهبل. هتقول لي 5 متر وهتقول لي 5 متر، هقول لك دي فضيحه وبريحه ودتنا في داهيه. عارف ليه يا حبيبي؟ دي ديستانس فمش محتاج فيها دايركشن، لكن دي ديسبليسمنت محتاج فيها دايركشن. فلما يجي يسال على يو تقول له 5 متر تو ذا نورث، نسيتها رحنا في داهيه. هنا يسال على صاحبك تقول له 5 متر تو ذا ساوث. فانت لو نسيت الدايركشن يبقى انت ما فهمتش المقصود من الدرس كله، انك تحدد ايه الفرق بين السكيلر والفيكتور. تعال نشوف اللي بعده. نمبر 3 an object move in a straight line northward. اوكي، احنا دلوقتي بنتكلم ان في object مشي في straight line north 5 بسرعه 5 متر في الثانيه، والسبيد وصلت ل 20 متر في الثانيه خلال 3 ثواني. السؤال ده جه في امتحان القاهره، ممكن اقول لك من كام سنه وهتقعد تراجع ورايا، بس اللي هقول لك ده حقيقه. الكلام ده حصل من 6 سنين. ده سؤال عبيط قوي. اللعب فيه كان بالانجلش. يعني ايه بالانجلش يا مستر؟ يقول لك ان اوبجكت ماشي في ستريت لاين، ماشي في ستريت لاين يعني الديستانس والديسبيسمنت حاجه واحده. طيب سرعته كام؟ 5 متر في الثانيه. سرعته وصلت كام؟ 20 متر في الثانيه في خلال 3 ثواني. يعني في خلال 3 ثواني سرعته بقت 20 متر في الثانيه. اوكي، بيقول لك عايز الفيلوسيتي بعد 3 ثواني. يعني هو بيقول لك ايه؟ سرعته وصلت 20 متر في الثانيه بعد 3 ثواني. ايه اول حاجه طلبها في المساله؟ ما هي سرعته بعد 3 ثواني؟ فانت كطالب ساعات بيجي لك ايرور. هو معقوله الاجابه هتبقى 20؟ هي الاجابه 20 متر. الاجابه هتكون، خد بالك من دي، الاجابه هتكون 20 متر بير سكند. معلش لو انت مش فاهم ليه تبقى مصيبه. ما هو بيقول لك يا حبيبي اهو هي السرعه وصلت 20 متر في الثانيه في خلال 3 ثواني. السؤال الاول ما هي السرعه بعد 3 ثواني؟ 20 متر في الثانيه. بس لو انت عملتها كده بقت فضيحه وبريحه. ليه يا حبيبي؟ لان هو هنا بيسالك على فيلوسيتي. فيلوسيتي يعني محتاج معاها دايركشن، فتقول لي 20 متر بير سكند تو ذا، بص يا قمر انت يا جميل، نورث. شكرا. بس يقول لك الاكسلريشن اوف ذا موفينج اوبجكت. هنا الحته دي مهمه قوي. اعمل ايه بالاكسلريشن؟ ادي V1 وادي V2 وادي التايم، فهتعمل 20 minus 5 over ال 3 يعني equal 15 over 3 equal 5 meter per second power 2، وانت هنا زي القمر مفيش اي مشكله. طيب شوف اللي بعده. قال لك نمبر 4 an object moves 8 meter to the east. طيب وبعدين then moves 5 meter to the west. The magnitude and the direction of the object والdisplacement. عايز displacement بالبلدي يعني. بص كده سؤال حلو قوي قوي قوي. عمل ايه؟ قال لحضرتك انا هنا مشيت ايه؟ مشيت 8 متر to the east. يبقى انا مشيت هنا 8 متر. وبعدين قال لك ورجعت من ال 8 متر دول، انا خلاص انا كنت واقف هنا. تمام؟ مشيت 8 متر كده. انا واقف اهو دلوقتي هنا. قال لك معلش بقى ارجع 5 بس. يبقى هعمل ايه؟ بعد ما انا كنت عند بوينت A ورحت لحد بوينت B المسافه دي 8، قال لك لا معلش ارجع بقى ايه؟ زين 5 متر تو ذا ويست. طب يعني انت رجعت منها كام؟ 5. يا واد يا جامد انت. من هنا يبقى هسمي دي سي، اوكي؟ من الاي للسي الحته دي تعمل لها كام متر؟ الحته دي. طب يبقى انا هنا اهو A رحت لمين؟ B، المسافه كام؟ 8 متر. من B رحت رجعت انت 5 متر، باقي كام؟ 3. يبقى الاجابه هتكون الديسبيسمنت قد ايه؟ شورتست ستريت لاين جوين ما بين الستارت والاند. الستارت الاند كام؟ 3 متر تو ذا، وحط في ايدك كلمه كده الدايركشن تو ذا ايست. خلصنا. شوف مين اللي بعده. كار كفر 600 متر تو ذا ايست ويز كذا. عايز الفيلوسيتي. حاضر مفيش اي مشكله. شو عايز الفيلوسيتي؟ ديسبيسمنت على التايم. يعني انت زي القمر هتيجي تقول لي حضرتك 600 خلاص ديفايدد باي 60. ادي الزيرو مع الزيرو، خلاص 60 اوفر 6 تديني كام؟ 10 ايه؟ متر بير سكند. سبتها كده فضيحه وبريحه. ليه؟ عايز فيلوسيتي. فيلوسيتي يعني فيكتور، يعني عايز ماجنتيود ودايركشن. انت جبت الماجنتيود، فين الدايركشن؟ فراح حضرتك عامل حاجه جميله قوي. هو اداني دايركشن يبقى ايست، يبقى هكتب جنبها ايست. كتبت دي انت واد برنس، كتبتش دي رحنا في داهيه. تعال بالراحه. طيب السؤال اللي بعده. person cover 30 meter to the north
within 30 seconds, then 60 meter to the east within 20 seconds, and 30 meter to the south with 10 seconds. calculate that. لا انا في دي لازم ارسمها عشان راجل غلبان وبتلخبط. انت برنس في نفسك يا عم، ما تعملش زيي، لكن لو سمحت خليك غلبان زي كده في المسائل. بحب ابقى منظم. هاجي من هنا كده اقول مشيت كده واكتب كده 30 متر 30 سكند، اروح جاي هنا 30 متر، خدتها في قد ايه؟ 30 سكند بس. لا لما خلصت وما تعبتش، هاجي هنا اقول ده ايه وده بي، ومشيت كده وهقول دي سي. ايه ده يا مستر اسمي اي حاجه؟ وما تبقاش عيل لذيذ يلا تقعد تعمل لي ام اي ان ايه. تمام، اعمل اي بي سي دي عادي. يبقى هنا من الاي للبي 30 متر 30 سكند، وبعدين 60 متر حلو في قد ايه؟ في 20 سكند، وبعدين 30 متر في 10 سكند، يبقى 30 متر في 10 سكند. هو ده الرسمه، هي دي الرسمه. طيب عايز ايه حضرتك؟ التوتال ديستانس بس. اجمع على صوابع رجل اختك الصغيره 30 زائد 60 يبقى كده 90 90 و30 يبقى حضرتك كده بتتكلم في كام؟ 120 متر زي القمر. عايز الافريج فيلوسيتي. خد بالك بقى، عايز الفيلوسيتي. الفيلوسيتي يعني ايه يا حبيبي؟ ديسبيسمنت على توتال تايم. فركز معايا قوي. انا الديسبيسمنت شورتست ستريت لاين جوين ما بين الستارت للاند. المسافه دي قد ايه؟ زيها زي اللي فوقيها، يعني 60 متر. تمام، يبقى انت كده توتال يبقى الديسبيسمنت بتاعتك كام؟ 60 متر على توتال تايم 30 و20 50 و10 يبقى 60. يبقى 60 على 60 تديني 1 متر بير سكند. سيبناها كده فضيحه وبريح. ده فيلوسيتي يعني فيكتور، يعني لازم لها دايركشن. يعني بعد ما تكتب 1 متر بير سكند تكتب لي معاها to the east. معلش ركز معايا، بص عليها تاني، خد لك سكرينايه، وقف الفيديو، افهم ونرجع على بعضه. نمبر 7. Car move from Banaha to Cairo at a distance 40 km in 30 minutes. انا ما بحبش كلمه 30 minutes، خد بالك عشان دي كلمه كيلومتر، دي 30 minutes. بس انت برنس بقى خلاص كبرت، هتقول لي يا مستر يعني 40 كيلومتر وبدل كلمه 30 minutes هتبقى half hour. هقول لك بس لو عملت كده تبقى برنس. قال لك then he returned back. he returned back يعني راح مشوار ورجعوا. لو هو مش 40 كيلو رايح يبقى اكيد رجعوا مش 40 تاني. يبقى حضرتك ممكن نشرح لاخواتنا الصغيرين اللي زي حالاتي. ادي من هنا لهنا 40 كيلو متر رايح، وقال لك رجعت تاني، يعني رجعت 40 كيلو متر كمان، وانا رايح خدتها في نص ساعه. قال لك بس بص بقى in the same time، يعني وانت راجع برضو خدتها في قد ايه؟ في نص ساعه. انت عايز ايه؟ قال لك كار موفد كذا زين ريتيرن جاز كذا. قال لك كل اجاباتك تبقى بالكيلومتر بالاور بعد اذنك. عايز الفيلوسيتي، the car velocity from the beginning to the end. عايز مين؟ عايز الفيلوسيتي. وقف الفيديو، معاك الجيفن 40 كيلو نص و40 كيلو ونص، شغل ارقامك، يلا طلعت الجيفن، وقف الفيديو، حليت، رجعت، اديتني رقم غير الزيرو، بطيخه. الاجابه زيرو. يا مستر زيرو ليه؟ يا ولا مش قال لك هي ريتيرن باك؟ يعني الستارت هو الاند، يعني كده مفيش ديسبيسمنت، واللي ما عندوش ديسبيسمنت ما عندوش فيلوسيتي. خد بالك، شوف انا وانت بقى قعدنا نتسحل ونطلع في ارقام وفي جيفن ونرسم وبتاع والاجابه زيرو. قال لك عايز بقى الافريج سبيد. عرفت ليه بقى انا حليت كل ده؟ افريج سبيد يعني توتال ديستانس على توتال مين تايم. توتال ديستانس يعني 40 بلس 40 اوفر هاف وهاف، يعني كده بقت كام؟ 1 يعني 80 كيلومتر بير اور. سامعك يا بطيخه اللي هتقول لي يا مستر فين الدايركشن، فاقول لك يا واد يا بطيخه ده احنا بنجيب سبيد، والسبيد سكيلر مش فيكتور، فارجوك خد بالك. طيب شوف اللي بعده نمبر 8. قال لك ريسر كار covered 50 متر to the north. مشيت 50 متر to the north within 30 seconds. Then 100 متر to the east within 60 seconds. Then 50 متر to the south. طيب بص دي احنا حالين زيها، بس انا هحل دي عشان فيها حته زياده سنه صغيره اللي هي كلمه ايه؟ هي return back. كلمه هي ريتيرن باك يعني الستارتنج بوينت هو الاند بوينت، ولما يكون الستارت هو الاند بوينت مفيش ديسبيسمنت ومفيش فيلوسيتي. طيب وات از ذا افريج سبيد؟ اجمع بقى الافريج سبيد اهو. الافريج سبيد اهو تعمل ايه؟ توتال ديستانس توتال تايم، تقعد تجمع ده على ده وتعمل ديفايد. تقول لي يا مستر وهي ريتيرن باك دي مش مديني الرقم بتاعها يا ولا؟ ما هي ريتيرن باك، شوف الرقم اللي شبه فوق. بقول لك ايه، انا قلقت، تعال نحلها. ريسر 50 متر تو ذا نورث، ادي 50 متر، وهنا 30 سكند، ادي هنا 100 متر 60 سكند، وبعدين 50 متر برضه، وقال لك قد ايه؟ 10 سكند، وبعدين قال لك رجعت تاني في قد ايه؟ في 40 ثانيه. تقول لي يا مستر ما ادانيش مسافه، ما انا بخاف بقى من مستر بطيخه ده يا واد، ما اللي فوقيها ده 100 مش دي 50 ودي 50، يبقى اكيد الدايجونال ده قد ده،
يبقى ده كمان ايه 100. عايز بقى حضرتك ايه افريج سبيد توتال ديستانس، تقعد تجمع كده بايدك الجميله كل الديستانس، خلاص كل الديستانس تجمعها مع بعضها وتعملها ديفايدد مين توتال تايم. الديسبيسمنت زيرو، الفيلوسيتي زيرو. فيجي طالب، انا بامانه ببقى عذرك، تيجي تقول يا مستر معقول اخش امتحان يقعد يجيب لي مساله قد كده وانا اجابتي يبقى جايب لي 3 اسئله 2 منهم زيرو؟ يا بابا ده بجد يعني، ما تقلقش مش هسوحك. نمبر 9 body move in a circumference of a circle، يعني ايه ماشي في محيط الدايره كده ايه من بره 44 متر والراديوس 7. البادي ميك 1.5 سايكل، لفه ونص. خد بالك ان هو قال لك السيركمفرنس ب 44، يعني اللفه ب 44 لفه ونص. طب ما هو اللفه ب 44 يبقى النص لفه ب 22، يبقى لفه ونص 66. دي مش محتاجه يعني، بس تعالى نقولها بالراحه. عايز الديستانس، هتقول لي بص يا مستر السيركمفرنس 44 والراجل لفه ونص، يبقى تديني 66 متر. عايز الديسبيسمنت، دي مهمه خد بالك منها قوي. طيب السبيد يا فندم ديستانس على التايم صح؟ انت خدت اللفه ونص اللي هي 66 متر في قد ايه؟ في 6 ثواني. فالاجابه هنا كام؟ 11 سكند، 11 متر بير سكند، 11 متر بير سكند. انا هنا مفيش مشكله. الديسبيسمنت هي اللي فيها تريكايه، عايزك تاخد بالك معايا. هو قال ادي دايره، ادي الستارت وادي الاند، خلاص يا حبيبي؟ طيب هو قال لك انه عمل لفه ونص. طب لو افترضت معاك ان دي بوينت A، لفه صح وخد عليها ايه نص، فاكيد واقف هنا. تقول لي يا سلام طب ما ممكن يكون بدأ من هنا. يالا دي دايره يالا، يعني لو بدأ من هنا هياخد لفه هيقف هنا، ولو بدأ من هنا هياخد لفه ونص، مش هيفرق، دي اسمها دايره. فاللفه ونص المهم انه هيبدا من هنا ينتهي هنا، بدا هنا هينتهي هنا، بدا هنا هينتهي، ما هي اسمها لفه ونص، مش تفرق الدايره. فقال لك ايه بقى؟ طيب دلوقتي انا بدات مثلا عند بوينت A وانتهيت عند بوينت B، انا عايز ديسبيسمنت. هو تعريف الديسبيسمنت ايه؟ ارجع سمع لنفسك لكل مره. الديسبيسمنت شورتست ستريت لاين جوين بتوين الستارت للاند. دي الستارت ودي بقت مين دلوقتي؟ الاند. امشي كده. طب واجيبها دي منين يا مستر؟ يا ولا مش من الاي للبي؟ في بتوع الماس الشطار قالوا لك ان دي حاجه اسمها دايمتر، والدايمتر مش يعتبر 2 راديوس؟ هو مديك الراديوس الواحده بكام يا حبيبي؟ ب7. يبقى في راديوس تاني هنا بكام؟ ب7. يبقى الديسبيسمنت كام؟ 14 متر. بس المساله دي بايخه في حاجه، لا ادالك حروف اي بي فتقول تو اي بي دايركشن، ولا ادالك دايركشن فتقول نورث ويست ويست والكلام ده كله، سابها لك كده. طب اعمل ايه يا مستر؟ ما ادانيش، شو اسمها كده؟ هتكتب لي 14 متر from starting point to end point. ما هو ما ادانيش اي حاجه تعرفني فين البدايه وفين النهايه، فانا هسمي من عندي هقول له يا باشا من البدايه للنهايه. شوف انت بقى عايز تقول ايه، انا معاك يا باشا من البدايه لمين؟ للنهايه. شوف مين ايه اللي بعده. eraser، ثواني يا دكاتره. eraser cover 50 meter to the north within 30 100 ومش عارف ايه، دي حليناها زيها من لحظتين يا شباب. بص بقى ركز معايا في نمبر 11، جت في امتحان الاليويه من سنتين. مساله جامده جدا جميله جدا انا بحبها. ليه بقى؟ اللي بيحل المساله دي صراحه يعني خد بالك ان الطالب اللي كان في الوقت ده يعني ده اول مره كان يشوفها، لو هو مش مع مدرس يعني يقول له كل الافكار، هو كان يبقى اول مره يشوفها. فحته انت كطالب اول مره تشوف حاجه تخش تلاقيها في الامتحان، ده بيعتمد على حاجه من الاثنين. يا اما انت مع مدرس حكى لك كل حاجه فانت مؤهل لها، يا اما انت ولد فاهم الفكره نفسها فتقدر تطبقها على اي مساله. انا عايزك تبقى فاهم الفكره نفسها ونطبقها على اي مساله. The opposite figure show the path of a movement for two persons. يعني ده من هنا من X Y P L F، دي 2 بني ادمين ماشيين من الإكس للإف، بس كل واحد خد طريق. From the same starting point. هما الاثنين كبني ادمين بدأوا من مين؟ من بوينت X. يعني الراجل ده والراجل ده هما الاثنين بدأوا من X. قال لك ايه بقى؟ عايزك تلاقي التايم اوف a motion of the first person، الشخص الاولاني، عايز تعرف تقول لي هياخد وقت قد ايه؟ اللي هيمشي ازاي بقى؟ من X to F مرورا ب Y و B و L و F. يعني الراجل ده عشان يمشي من الإكس لف، لا ده مشي كل الايه المسافات. عايزك تعرف هياخد وقت قد ايه ويز سبيد كذا، بالراحه خالص ما تزعلش نفسك. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك معايا 2 بني ادمين، سيبك من 2 بني ادمين، خلينا في بني ادم واحد دلوقتي. قال لك البني ادم الاول مشي من X
لواي لبي لال لاف. عايزك تقول لي سرعته كام. طيب حبيبي التايم بتاعه قد ايه؟ هفتكر معاك التريانجل الصندوق بتاعنا ان السبيد بيساوي ديستانس على تايم. طيب عايز مين حضرتك؟ التايم. التايم بيساوي ديستانس على السبيد. طيب الديستانس كام والسبيد كام؟ السبيد اداها لي 6. طب الديستانس نجمع مع بعض. ادي 1 و10 11 11 و5 11 بلس 5 16 16 بلس 2 يبقى ايكوال كام؟ 18. يبقى انت الراجل ده هياخد قد ايه؟ هياخد 3 سكند. خلاص كده؟ خلاص كده. يبقى انا ما عنديش مشكله، الراجل ده مشي من اكس راح لاف بس قعد يمشي متر و10 دي 11 11 و5 ادي كده 16 16 و2 يبقى كده ايه؟ 18. يبقى اذا الراجل الاولاني اللي مشي كله خد كام ثانيه؟ 3 ثواني. قال لك طيب لو سمحت جاوب لي ده. قال لك عايز ايه برضه التايم بتاع التاني اللي هيمشي من اكس لاف دايركت. هيمشي من اكس لاف دايركت. حته ان يمشي من اكس لاف دايركت دي عايزه ولد بتاع ماس لذيذ او اتفرج كويس جدا على فيديو الشرح. فبص يا حبيبي معايا، انت معاك من اكس لاف. طب اجيبها ازاي دي يا مستر؟ هنخش بقى في حاجات لذيذه قوي. عارف تعمل ايه يا بابا؟ هتعمل اكستنشن من عندك كده وتعمل اكستنشن من عندك كده. تقول لي انا هزوده من عندي؟ ارجع فيديو الشرح هتلاقيني كنت بقول لك زود من عندك. طب بص يا حبيبي، شايف دي بكام؟ دي ب5 صح؟ تعالى يا واد يا جميل، يبقى من هنا لهنا من هنا لهنا الحته دي برضو بكام؟ ب5. خلاص؟ يبقى السايد ده كله كام؟ 6 متر. 5 هنا وواحد هنا. خلاص كده؟ يبقى انا جبت السايد ده. تقول لي طب يا مستر ثواني، مش ده تريانجل دلوقتي؟ اقول لك يا واد يا جميل ايوه، وده رايت كمان تريانجل اهو. يعني انا كده ايه؟ لو انت مركز معايا انا برمي على بايثاغورس. تقول لي طب استنى اجيب منين يا مستر الحته دي؟ اقول لك انا دي كلها كام يا حبيبي؟ دي من هنا لهنا بكام؟ ب10. طب الحته دي بكام؟ ب2. لو دي كلها ب10 والحته دي تاخد منها 2 يبقى الحته دي بكام؟ ب8. برافو. ليه يا حبيبي 8؟ مش الحته دي كلها ب10 خدت منها انت حته بكام؟ ب2 يبقى باقي كام؟ 8. روح انت بقى بالبايثاغورس ثيرم هات لي ده. ازاي؟ هتقول لي يا مستر انا هجيب لك الديستانس من اكس لاف دايركت، هعمل روت 6 باور 2 زائد 8 باور 2. يبقى هتعمل كده هتروح جايب روت جميل 6 باور 2 بلس 8 باور 2 فيطلع عندك 10 متر. ولسه ناقصه مصيبه، الدايركشن. ازاي يا مستر؟ ارجع شوف انا حفظتك ازاي الدايركشن في فيديو الشرح. طيب هعمل كده وهعمل كده. الستارت بوينت بتاعتك فين؟ اكس اللي هي اللي في النص، وطلعت كده صح؟ حلو. ما هو من الستارت لمين؟ للاند. فهتقول لي 10 متر نورث ويست دايركشن. خلاص يا حبيبي؟ طيب يبقى انا كده جبت مين؟ ديستانس. لا دي بقى مش هيبقى اسمها ديستانس، هيكون اسمها ايه يا حبيبي؟ ديسبيسمنت. عرفت منين يا مستر ان هي ديسبيسمنت مش ديستانس؟ لان دي شورتست ستريت لاين جوين ما بين الستارت للاند. طيب انت كده معاك مين؟ ديسبيسمنت. وقال لك السبيد بتاعتك كام؟ 4. يبقى الديسبيسمنت اهي، والسبيد اللي هي هنا بقى اسمها كلمه فيلوسيتي. تقول لي ما مديها لي سبيد. ايوه عشان ما قالكش حاجه، هو مش عايز يقول لك. فهتطلع كام بقى؟ 4 متر بير سكند. عايز مين هو؟ عايز التايم. يبقى الدي على الاس او الديسبيسمنت على الفيلوسيتي فتساوي كام؟ 10 على ال4. فتروح عامل 10 ديفايدد 4 فتديني 2.5 سكند. 2.5 سكند. تأمل هذه المسألة العظيمة الجميلة اللي فعلا الطالب اللي مذاكر كويس يعرف يحلها. اللي أول مرة يشوفها ممكن يتخض شوية، لكن لو عنده المبادئ بتاعته هيبقى كويس. ونشكر ربنا الطلبة بتاعتنا السنة بتاعتها ما خذلوناش، كانوا مبسوطين جدا. تعال نشوف اللي بعده. نمبر 12. The opposite figure describes the movement of an object in a straight line from point A to point B. اوكي. وبعدين مشي 3 متر. خد بالك هو قال لك هنا and then it move in a circular path لحد ما راحت لدي
by point C if the magnitude of total displacement equals 17 meter. الديسبيسمنت كلها، والراجل قال لك الديسبيسمنت كلها. calculate the distance BCD. بس طيب، هو عايز مين؟ عايز الديستنس. الديستنس هي المسافه الحقيقيه اللي انت بتمشيها، فاحنا عايزين نشوف انت مشيت ايه. طيب مستر انا مشيت 3 متر زائد half multiply 2 by r. انت مشيت كده يا ابني؟ يا مستر. ازاي يا مستر عرفت كده؟ ما هو انا مشيت من الاي لبي وبعدين مشيت نص دايره. طب يا حبيب قلبي ده انت زي القمر. طب ادي 3 زائد الهاف تروح مع ال2 فيبقى لي مين؟ الباي ملتبلاي مين؟ الار. فتيجي تقول لي 3 بلس الباي بتاعتك بكام؟ قال لك 22 اوفر 7 ملتبلاي بقى مين؟ الار. هي التركايه في المساله دي في الار. اجيب الار منين؟ بص يا واد، عمل حركه هو معاك جامده قوي. قال لك التوتال ديسبيسمنت كام؟ 17. يعني ايه ديسبيسمنت؟ شورتست ستريت لاين جوين ما بين الستارتنج بوينت تو ذا اند بوينت، يعني المسافه دي كلها تكون بكام؟ ب 17. دي 3. المسافه كلها من هنا لهنا مرورا بدي كلها ب 17. دي خدنا منها 3، اتبقى لك كام؟ 14. يبقى من دي لدي 14 متر. يبقى الحته اللي على الشمال دي بكام؟ ب 7 متر. طب والحته اللي على اليمين دي بكام؟ ب 7 متر. يبقى يمينك 7 متر وشمالك 7 متر يا ولا. طب ما يمينك دي وشمالك دي 7 ودي 7، يبقى ده مين؟ ده الراديوس. مش انت ده دايمتر، يبقى ده كمان ايه؟ دايمتر. راديوس وراديوس فده دايمتر. نقول تاني، جبت يا مستر مين؟ السبعه والسبعه. شو قال لك 17؟ 17 دي من الايه؟ للدي. طب انت مدي لك دي 3، شيل الثلاثه من ال 17 يتبقى مين؟ 14. اقسمها على 2. اقسمها على 2 ليه؟ يا واد مش ده دايمتر؟ اقسم الدايمتر. تمام؟ نرجع تاني مين؟ للي بعده. تمام؟ شوف دي. نبص لها تاني. يبقى هنا عرفت، هقولها لك تاني. من ال دي مش دي 3؟ مش دي 14؟ يبقى دي 7 ودي كمان ايه؟ 7. يبقى انا كده عرفت الراديوس ب7. تعال نشتغل تاني. انا معايا كام؟ 3 بلس هاف ملتبلاي 2 باي ملتبلاي الار. الهاف مع ال2 يبقى 3 بلس 22 اوفر 7 ملتبلاي ال7. 7 تروح مع ال7 يبقى كانك بتقول 22 بلس 22 بلس 3. بالراحه كده هتعمل ايه؟ هتعمل 22 over 7 تايم ال 7 تديني 22 بلس 3 equal 25. ولاني بجيب distance وكل شغلنا عمال يتقال بالمتر فيبقى 25 متر ومش هتقول معاها اي direction. 14 نمبر 14 واخر مساله هتقابلنا بيقول لك ايه؟ the opposite figure represents the motion of an object from point A to D passing by B and C. حلو قوي. opposite figure represent motion بتاع الاوبجكت من A، ماشي من A لحد مين؟ D. فانا ماشي من A وصلت لحد مين؟ D. حلو جدا. passing by B and C. يبقى اذا انا مشيت A B C خلاص وبعدين مين؟ D. خد بالك من اتجاه الحركه. طيب calculate the covered distance. عايز يعرف مين؟ الديستانس اللي انت مشيتها. ديستانس يا فندم يعني المسافه الحقيقيه. فانا مشيت 7 4 3 يبقى 7 7 يبقى كده كام؟ 14. عايز بقى هو مين؟ الديسبيسمنت. طيب ده رايت انجل تريانجل صح؟ خد بالك بس هو ده الديستانس، يعني هو ايه؟ ده الديستانس. دي المسافه اللي هو قال لك مشيها. امال دي يا مستر؟ لا دي ما قالكش ان هو مشيها. دي احنا هنجيبها. طب نجيبها ازاي؟ مش ده رايت انجل؟ مش هو قال لك عليه ان هو رايت انجل؟ طيب نروح نجيب بايثاغورس. 4 باور 2 بلس 3 باور 2. انا عارف انت واد شاطر، عارف ان هي 5، ان هي تمسك الكالكوليتر بتاعتك. 4 باور 2 بلس 3 باور 2 تروح مديها لك كام؟ 5. خلاص 5 ايه؟ متر. يبقى الحته دي ب 5 متر. بص يا بابا، بص يا دكتور يا جميل، انت من A ل B 7 ومن B ل D 5. يبقى الديسبيسمنت من الستارت للاند يعني 7 بلس 5 equal 12 متر to the east. جت من هنا مستر ايست كده اهو، انت مشيت في الاتجاه ده. يبقى انا كده عرفت احل ديت كمان. ايه ده لسه في واحده كمان. تعال نحل مع بعض. بص انت عندك يعني في مساله هنا عملها لك تشوز. موضوع قرب خلاص، دي اخر صفحه ما تقلقش. انا عارف والله انت عمال تبص على الوقت بتاع الفيديو وعمال تقول الراجل ده هيخلص امتى، بس استحملني انا عايز اجيب لك كل الافكار. قال لك ايه؟ In the opposite figure, an object moved from point C to point M. أنا ماشي من C رايح لمين؟ M. By passing by 2 point D with. أوكي يا عم.
قال لك in 5 seconds، يعني الليله دي كلها من الاخر في 5 ثواني. عايز الديستنس، ديستنس يعني المسافه الحقيقيه اللي انا مشيتها. انا مشيت قد ايه؟ مشيت 8. اللي بمشيه بكتبه ده الديستنس. 8 بلس في 7 هنا صح؟ بلس حضرتك مش انت خدت نص بطيخه؟ ايوه. يعني ايه نص بطيخه؟ يعني هاف ملتبلاي 2 باي ار. الهاف بيروح مع ال2 يعني قصدك باي ملتبلاي الار. الار بكام؟ ب 7 ملتبلاي 22 اوفر 7. دول كمان يروحوا ايه؟ مع بعض. فانت يبقى لك ايه؟ 8 بلس 7 بلس 22. فيبقى كفر ديستانس بتاعتك 37 متر. عايز الفيلوسيتي. الفيلوسيتي ستارتنج بوينت تو ذا اند بوينت. ادي الستارت وادي الاند، دي 8 ودي 7. يبقى الفيلوسيتي انت عملت على الديسبيسمنت، يبقى انت هنا بتساوي 15 الاول على فين التايم 5، يبقى تديني كام؟ 3. 3 ايه؟ متر بير سكند تو ذا ايست. تمشي في انهي اتجاه؟ في الاتجاه ده. طيب خلصنا كمان من دي. نمبر 16 قال لك ايه؟ in the opposite figure a car moving a circular path whose radius 10 movement change as in the opposite figure circumference بتاع السيركل 2 باي ار ومدي لك الباي ب 3.14. عايز يعرف التوتال distance. انت مشيت مسافه قد ايه؟ طيب باي كار from point A to D مرورا ب B و C والديسبيسمنت. تعال نحل الديسبيسمنت في ثانيه. الديسبيسمنت فين الستارت؟ اهو. فين الاند؟ اهو. دي ب 10 ودي ب 10، يبقى هنا ده 20 متر تو ذا ايست. صح؟ ايه رايك؟ لا طبعا يا مستر انت نازل لتحت، يبقى ساوث. جدع. طيب ايه بقى؟ عايز الديستانس اللي تمشي تكتبه. انا مشيت قد ايه هنا؟ ربع. صح كده؟ ومشيت قد ايه هنا؟ ربع. فاكر؟ مش انت مشيت الربع ده ومشيت الربع ده؟ وخدت مين معاك؟ خدت الراجل ده. يبقى انت هنا كديستانس انت مشيت ربع وربع مرور، وانت كده خدت ادي ربع وادي ربع. يبقى هتقول لي والله يا مستر انا مشيت الربع ده والربع ده وخدت معاك في النص كام؟ 20. يا دكتور اوعى تنسى الدايمتر ده، انت واخد معاك دايمتر. فهتيجي تقول لي يا مستر توتال ديستانس، هتقول لي هاف صح كده ملتبلاي 2 باي ار بلس دايمتر. طيب خلصنا من ديت، ناقص لي دي. A person moving a bus A B C D E. مشيت بالمنظر الجميل ده. In the figure he covered distance 10 meter north. وبعدين قال لك كمان الارقام بتاعتها اللي هو الحدود دي كلها. عايز الديسبيسمنت. الديسبيسمنت يعني from the start to the end. So from the start to the end. بس نازل انهي اتجاه؟ الاتجاه ده. حلو. انت يا حبيبي دي كلها بكام؟ ب 40 ودي بكام؟ ب 10. يبقى الحته دي بكام؟ ب 30. يبقى اذا الديسبيسمنت بتاعتك 30 متر تو ساوث. خلاص؟ In which period the person motion his speed was the least. انهي بقى جزء في الحته دي كانت ابطا سرعه ليه؟ حضرتك تعمل ايه بقى؟ تمسك الاول ال 10 divided 2 تديني كام؟ 5 متر بير سكند. طيب هنا 30 divided 10 30 divided 10 تديني كام؟ 3 متر بير سكند. تمسك هنا 40 divided 8 تديني كام؟ 5 متر بير سكند. تيجي هنا 30 divided 5 equal 6 متر بير سكند. يبقى انهي جزء اللي انت كنت فيه؟ بيقول لك هنا السرعه اقل. خد بالك انت هنا سريع جدا 3 متر بير سكند، هنا كنت 5 متر بير سكند، هنا 5 متر بير سكند، هنا 6 متر بير سكند. يبقى انهي حته كانت سرعتك فيها بطيئه من E to D. شفت الجمال ده؟ خلاص تمام. تعال نشوف مين اللي بعد. In the opposite figure a body start motion from point A to point B and C. اوكي. then he return back. حته return back دي مهمه جدا. خلاص الديسبيسمنت هتبقى خد بالك. So the distance لو قال لك displacement بزيرو. So the distance that the body move is more than displacement by. احنا كده عرفنا ان الديسبيسمنت كام؟ بزيرو. ليه يا مستر الديسبيسمنت بزيرو؟ قال لك لان هو رجع تاني. فمعنى ان هو رجع تاني يعني مفيش خلاص. فهنا نحكي بقى. انا مشيت دلوقتي 3 بعدين 6 ادي كده 9 ادي كده ايه؟ 3 زائد 6 9 9 و4 يبقى كده كام؟ 13. يبقى هتكون اكتر منه بكام؟ ب 13 لان الثاني هيكون بكام؟ بزيرو. In a bicyclist move 1500 متر eastward زي 1700 متر westward. So the difference between the distance and displacement is كام متر؟ In a bicyclist move. خد بالك من دي لذيذه قوي. قال لك ايه؟ In a bicyclist move 1500 متر east. يبقى انا هنا
الراجل ده مشي 1500 متر في الاتجاه ده. تمام؟ زين 1700 متر كده، يبقى رجع ال 1500، هعمل كده، رجع ال 1500 وزودت عليهم كام؟ 200 متر. خلاص كده؟ فبيقول لك هنا ايه؟ بتوين الديستانس والديسبيسمنت هتكون الفرق كام؟ 200 متر. في حته بس صغيره عايز اتاكد فيها، مش محتاج بقى اروح اعمل مونتاج وبص، هرجع اقولها لك هنا عشان لو ما اتقالتش فهرجع اقولها هنا. مش محتاج اروح اراجع الفيديو، هقولها لك تاني. مش احنا مشينا من هنا جينا كده ورجعنا كده، صح حبيبي؟ لما اجي اقول لك عايز افريج سبيد هتقول لي الاول يا مستر هات الديستانس على التوتال تايم. طيب التوتال تايم بتاعنا كام زي ما اتفقنا؟ 8 سكند. الديستانس بتاعنا كام يا حبيبي؟ هاف ملتبلاي ال 2 باي ار بلس diameter. انا وانا بشرح من شويه نسيت اقول لك كلمه بلس diameter. يبقى انا مشيت من A ل B وخدت معايا يا حبيبي بي سي ورحت لمين؟ سي دي، فما تنساش تجمع عليها الدايمتر. طيب الهاف بيروح مع ال2 فيبقى لك مين؟ الباي، صح كده؟ هو اصلا قال لك ان السيركمفرنس ب 44، يبقى انت هنا اصبحت الهاف ملتبلاي 2 باي ار ب 22 بلس الدايمتر بكام؟ ب 14. جت منين يا مستر 14؟ ما هو الراديوس ب 7، يبقى 22 بلس 14 يبقى تديني كام؟ 36 متر. خد بالك بقى من دي، يبقى انا هنا جبت مين؟ الديستانس على التايم، يبقى اذا الافريج سبيد هيكون بيساوي 36 على ال 8. 36 تعملها ديفايدد باي ال 8 فتديني 4.5 متر بير سكند. خد بالك لما تكون واخد معاك دايمتر تجمع الدايمتر، مش واخد معاك الدايمتر تجمعش الدايمتر. وبكده يا دكاتره ثالثه اعدادي يا جامدين نكون خلصنا يونت 1 على خير. اشوفكم الاسبوع الجاي واحنا بادئين مع بعض يونت 2. سلام.